اللي خايف وشايف ان ملناش فرصه ما يكملش الفيديو. الارجنتين معاها نقطتين ضعف ما حلهمش في 4 ماتشات لعبوهم لحد دلوقتي. اول حاجه زي ما انت شايف المساحات ورا الباكات في ماتش الاردن، هتلاقي اللاعب وهو بيستلم في القلب عنده ممرين تمرير احسن من بعض، وفي الحاله دي هو اختار الباك اليمين اللي قدر يعمل عرضيه ويجيب منها جون. نيجي الماتش تاني في الكوره دي، في ماتش كاب فيردي برده في مساحه ورا الباكين. حد يقول لي فين لاعب كاب فيردي اصلا؟ هقول له موجود، اطمن، بيجيب احسن جون في البطوله. بس وده ماتش الجزائر، ورا الباك رايت برده في شارع للفرصه اللي ان شاء الله مرموش هيجيبها. حد يقول لي يمكن ده الباك رايت والباك ليفت جامد. لا، ده النسخه البرو منه. لاعبين من الراس الاخضر لقوا مساحه ورا الباك رايت اكبر من الجزيره بتاعتهم. ودي كره تانية برضو نفس المساحه وخلصت بجون لكاب فيردي. ده غير ان هم في الاساس معظمهم لعيبه قصيره، تقدر ان انت تضربهم بالعرضيات بسهوله جدا، ودي نقطه قوه عندك انت، سواء زيكو اللي جاب جون، امام عاشور اللي جاب جون، تريزيجيه اللي جاب جون. يا راجل ده انت 50% من الاجوان بتاعتك بالهيد، فان شاء الله هتعرف تستغلها بسهوله. وبعدين مين يعني في قلب الدفاع، روميرو ولا مارتينيز؟ يا جدع ده صلاح بينيمهم المغرب. اعمل فولو ولايك وتوقعك للماتش وشوف هما يقدروا يضربونا ازاي.